مقابلات الشغل خصوصا الأونلاين آه، ممكن تبقى تجربة مرهقة جدا لناس كتير. طبعًا. الواحد ساعات بيحس إنه مش عارف يعبر، أو بيتكلم كويس بس يتوتر، إمم. أو العكس، يبقى فاهم بس الكلام مش طالع. هو الإحساس ده منتشر جدًا ومفهوم بصراحة. طبيعة المقابلات نفسها اتغيّرت، يمكن بقت أصعب شوية. أكيد. هدفنا بقى في الكلام النهارده إننا نشوف سوا كده طرق عملية، يعني حاجات نقدر نعملها تزود الثقة والطلاقة وقت المقابلة. تمام، خلينا نبدأ بحاجة ممكن تبان بسيطة بس بتفرق قوي، اللي هي التحية في الأول. إزاي يعني؟ بدل ما نقول أنا كويس الحمد لله وخلاص، إمم. ممكن نجرب نبقى صراحة شوية. لو الواحد قال مثلا أنا متوتر شوية بصراحة بس متحمس للمقابلة دي. فهمت قصدك، دي بتكسر التلج شوية، صح؟ بالظبط، ممكن تخلي الجو أريح من الأول. إمم. والنقطة الأهم كمان، الواحد يحافظ على هدوءه. إمم. مهما كان اللي بيقابله ده ممكن يكون مش مركز قوي، متضايق، وده بيحصل كتير في الأونلاين بالذات. صح، والهدوء ده مهم عشان بيقلل الأخطاء اللي بتطلع غصبًا عننا في الكلام. أكيد. وده يودينا بقى لنقطة تانية جوهرية قوي، إننا نحضر قصص عن مواقف حصلت لنا في الشغل. إزاي اللي بيعمل المقابلة بيبقى عايز يشوف أمثلة حقيقية، إزاي اتصرفنا قبل كده. ده بيديله فكرة كويسة عن أدائنا هيبقى عامل إزاي في المستقبل. تقصدي بقى قصص نجاح زي إنجازات وكده؟ بالظبط، إنجازات زي مثلا زودت إيرادات، وفرت تكاليف، حليت مشكلة كانت صعبة، أو حتى خدت مبادرة ما عملت حاجة زيادة. تمام. ومش بس الإنجازات، لأ، كمان التحديات، يعني مواعيد تسليم كانت ضغطة قوي، عملاء صعبين، مشاكل في الشغل، إزاي اتعاملنا معاها، إيه اللي اتعلمناه. فهمتك، القصص دي هي الدليل الحقيقي تماماً. طيب إزاي ننظم القصص دي عشان نحكيها كويس؟ في طريقة الستار دي بيقولوا عليها موقف، تصرف، نتيجة. أيوة، ممتازة الطريقة دي. situation action result بتخلي القصة واضحة ومترتبة. والتحضير ده بقى مش بس بيخلي الرد جاهز، لا، ده بيخلي الواحد بيتكلم بثقة أكتر، الكلام بيطلع طبيعي أكتر. صح، زي الناس اللي بتعرف تتكلم كويس تلاقيهم محضرين كويس قوي لكلامهم. طيب حضرنا القصص دي، بس وقت المقابلة مع التوتر ممكن الواحد ينسى كل ده. ما هو ده التحدي بقى، وهنا تيجي فكرة بسيطة جدا بس فعالة قوي: التشيت شيتس. مذكرات الغش فكرة حلوة دي بصراحة. أيوة، مجرد نقط مختصرة جدا، أهم القصص، الأفكار اللي عايز تقولها. ممكن تبقى ورقة صغيرة جنبك، أو حتى ملف بسيط على الكمبيوتر تفتحه وتبص عليه بسرعة قبل المقابلة. عشان لو الواحد اتزنق بالظبط، تساعدك تفتكر بسرعة وتكمل كلامك بثقة بدل ما تقف أو تتلجلج. حلو قوي. طيب حضرنا القصص وعملنا التشيت شيت، ايه تاني؟ فاضل التمرين بقى، صح؟ أهم حاجة يمكن التمرين الفعلي. ان الواحد يتكلم بصوت عالي. لازم. الكلام بصوت عالي ده مختلف تماماً عن التفكير أو الكتابة. لازم نمارس ده فعلاً. نعمل ايه طيب؟ نقف قدام المراية؟ ممكن طبعاً، أو تسجل لنفسك فيديو وإنت بترد على أسئلة متوقعة، حتى لو كام دقيقة كل يوم لمدة أسبوع مثلاً، هتلاحظي فرق كبير جداً. او ممكن نتدرب مع حد، صديق او حد بنثق فيه. يا ريت حد يكون بيعرف يتكلم كويس ويديك رأي صريح. المهم بس إن يوم المقابلة ما ينفعش يبقى أول مرة نجرب نتكلم فيها عن نفسنا بالشكل ده، لازم نكون اتمرنا قبلها. تمام، العضلات تكون اشتغلت صح كده. والممارسة دي توصلنا للنقطة الخامسة، وهي إنه مفيش بديل عن التجربة نفسها. لازم نخوض مقابلات كتير. مهارة المقابلات بتيجي بالتكرار. بالظبط، زي أي مهارة تانية، محدش بيظبطها من أول أو تاني مرة. حتى لو حد السي في بتاعه قوي جدا. حتى لو الأرقام بتقول إن الناس الشاطرة والمتميزة بتحتاج في المتوسط يمكن 10 أو 12 مقابلة عشان تلاقي فرصة مناسبة فعلاً. ياه، كتير. هي الفكرة في الاستمرارية، نتعلم من كل مقابلة، ما نقفش عند واحدة كانت حلوة قوي أو وحشة قوي، نكمل لحد ما نوصل للي عايزينه. وفي نصيحة إضافية ممكن تبان غريبة شوية، إن الواحد يتكلم ببطء. دي مهمة جدا. ناس كتير فاكرة إن الكلام السريع ده معناه طلاقة وثقة. وهو العكس. مش بالضرورة خالص. بالعكس، الوقفات الصغيرة والمحسوبة في الكلام بتدي عمق للي بنقوله، بتدي فرصة لعقلنا يرتب الجملة الجاية، والأهم بتساعد اللي بيسمع إنه يستوعب ويركز. الطلاقة الحقيقية في الوضوح بالظبط، في الوضوح وفي التأثير، مش في السرعة وخلاص. وحاجة كمان مهمة، ما نقلقش قوي من الأخطاء النحوية البسيطة أو كلمة طلعت غلط، ده وارد وبيحصل.
المهم المهارة والخبرة اللي بنعرضها. يعني التحضير والممارسة هما الأساس. أكيد. يبقى خلاصة الكلام، الثقة والطلاقة في المقابلات دي مش حظ أو موهبة فطرية وخلاص، دي مهارة بنتعلمها وبنطورها بالتحضير الكويس والممارسة المستمرة، وإننا نخوض التجربة كتير. تماماً. وده ممكن يخلينا نفكر في سؤال أخير كده، يعني للتفكير بس. قولي. هل الطريقة اللي بنقدم بيها نفسنا في مقابلة شغل هي فعلاً انعكاس حقيقي لشخصيتنا وقدراتنا، ولا هي أقرب لكونها يعني مهارة أداء بنتعلمها ونحسنها عشان نعدي الموقف ده ونوصل لهدفنا؟ سؤال مهم فعلا ويستحق التفكير.